الجلسة النفسية بتاعت النهاردة هتبقى ممتعة جدا وشيقة جدا لحضراتكم، لأننا هنتكلم فيها عن أنواع القلق المختلفة وإزاي تعرف هل أنت عندك نوع من الأنواع ديت ولا ربنا سبحانه وتعالى عافاك منهم كلهم. النوع الأول هو القلق المحدد، وده باين من اسمه إن هو يبقى عندك خوف أو قلق أو توتر من أشياء معينة أو حاجات معينة، زي إنك يكون عندك خوف من الإبر مثلا أو من الحيوانات أو من الدم أو من غرفة العمليات أو حاجة من الحاجات ديت. والمشكلة في النوع ده يا حب ان هو لو ما تعالجش بيتحول لفوبيا والموضوع بيكبر بعد كده. تاني حاجة القلق الاجتماعي، وهو الخوف والتوتر من انك تكون موجود في المناسبات او في المواقف الاجتماعية او في عزومة او اي حاجة من الحاجات دي. تالت نوع هو القلق من الاماكن المفتوحة، زي انك تكون خايف انك تكون في المولات التجارية او انك تكون خايف انك تكون في ملاعب الكرة او الاماكن الواسعة عموما. النوع الرابع اللي هنتكلم عنه وده عكس النوع اللي فات، وهو الخوف من الاماكن المغلقة، زي انك تكون خايف من الاسانسيرات، زي انك تكون خايف من الشقق او الاماكن الضيقه، او انك تكون خايف من الاوض الضيقه، بالاخص الاوض اللي ما بيبقاش فيها شبابيك او مناطق تهويه. خامس نوع وده نوع مهم جدا بالنسبه لي، وهو نوع اضطراب او قلق الهلع. النوع دوت بيبقى فيه مصاحب ليه خوف شديد جدا وذعر شديد جدا من المواقف ومن الحاجات اللي بتحصل. والمشكله الكبيره في النوع دوت ان النوع دوت ممكن يكون مصاحب ليه عدم سيطره وفقدان للتوازن للشخص اللي عنده النوع دوت، يبقى مش عارف يتحكم ولا يكنترول على اي حاجة من تصرفاته خالص. وساعتها هتشوف حد مختص يحللك المشكلة ديت، وتحط ايدك على اول واساس المشكلة وتتوكل على الله سبحانه وتعالى، وكل شيء هيتحل واي مشكلة هتواجهك ان شاء الله هتتحل.